بركة بسم الله. الأهلي كسب الزمالك كم مرة؟ خد منه كم بطولة؟ لو لعبنا الزمالك 10 مرات في الفترة اللي فاتت دي كسبناهم 8. عمركم شفتوا لعيب من لعيبة الأهلي جاب سيرة لعيبة من الزمالك؟ عشان الناس ديت، استغفر الله العظيم يا رب، على الغل وقلة الأدب دي ازاي؟ كل وبرضه اللي قاعد في البرنامج هو اللي بيفتح لهم المجال. لما يجي يتكلم مثلا على لعيبه الاهلي يقول له لا، ستوب كده. لكن مش عارف، مش عايز اغلط في لان هو ده مستواه. ده بسبب المدرب اللي العبقري بتاعنا. خلى شويه لعيبه اتمسح بيهم الارض من فرقه البوليس الكيني. ولعيبه الاهلي ديت نازله راح احنا هنكسب في اي وقت. خلت شويه اللي اسمه شيكابالا دوت، ولا اللي اسمه دونجا، تجيبوا سيرة إمام عاشور ويجيبوا سيرة لعيبة الأهلي ويجيبوا سيرة ده ويجيبوا سيرة ده. عمركم شفتوا لحد من لعيبة الأهلي يتكلم على لعيب من الزمالك؟ ده حتى الواد اللي اسمه حارس المرمى دوت، حمدي علاء، يقول لك ده زيزو ده أحسن لاعب. فالناس المحترمة ما طلعتش صرحت ولا اتكلمت ولا قالت كلمة في حق لعيبة الزمالك اللي هم شبعانين. لكن دول اعوذ بالله الغل اللي جواهم، ومحدش بيقول لهم كده غلط ولا كده. حاسب مقدم البرنامج ولا حاسب اللعيب اللي قاعد لابس نظاره وعمال استغفر الله العظيم يقول لك الاهلي انا ما رضيتش اروح الاهلي. مش عارف اقول لك ايه يعني بصراحه. مش عارف اقول لك ايه. وانت ما حدش حاسبك على قله الادب اللي عملتها مع زميلك اللي اسمه زيزو ده؟ عارف، ما حدش حاسبك، فليك حق تلبس نظاره وتطلع تقل ادبك. ادي يا عم العالم اللي فعلا الناس دي ما يستحقلهمش فرحه. ما عرفوش يفرحوا، يعرفوا يقل ادبهم. حتى لما بيغلبوا بيقل ادبهم ويقعد يعمل بفلوس كده ويعمل انتوا واخدين فلوس واخدين مش عارف ايه، ولا في كبير بيحاسبهم ولا في صغير بيقول لهم انتوا بتقولوا ايه. انت كمقدم برنامج قول له لا، اقف لغايه هنا، ما تجيبش سيره لعيبه الاهلي. اتكلم في فريقك واتكلم في الليله اللي انت عملتها يعني. كان في غفله من الزمن. والى اللقاء.